امتى هيصدر قانون الإيجار القديم؟ وإيه هيحصل لو الرئيس لم يصدق على القانون؟ هل ممكن يتم إلغائه؟ تعالوا بينا نعرف. بداية عشان ما تفوتكش كل معلوماتنا القانونية، انزل اعمل لنا فولو سبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا. ووفقا لنص المادة 122 من الدستور المصري، أي قانون بيمر بمراحل 4 قبل صدوره: مرحلة الاقتراح، ومرحلة الإقرار، ومرحلة الصدور، ومرحلة النشر. فأما عن مرحلة الاقتراح، فزي ما حصل مع قانون الإيجار القديم، الحكومة اقترحت على البرلمان مشروع قانون. وأما عن مرحلة الإقرار، ففي المرحلة دي البرلمان بيناقش مقترح القانون وبيقره بصفة نهائية. وأما عن مرحلة الصدور، فالقانون بيصدر بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. وأما عن مرحلة النشر، فبتتم بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ولرئيس الجمهورية الموافقة أو الاعتراض على القانون في خلال 30 يوم من إقراره. فأقصى مدة لتصديق الرئيس على القانون هتبقى 1 أغسطس، لأن القانون تم إقراره في 2 يوليو. فلو الرئيس لم يصدق على القانون سواء بالموافقة أو الرفض خلال مدة 30 يوم، ففي الحالة دي القانون بيصدر رسميا وبيتم نشره في الجريدة الرسمية. أما بقى لو الرئيس اعترض على القانون، فهنا بيتم رد القانون مرة أخرى للبرلمان. وفي الحالة دي هننتظر انعقاد مجلس النواب الجديد. ولو مجلس النواب الجديد أقر القانون بأغلبية ثلثي أعضائه، هنا بيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وبيصدر دون الحاجة لتصديق رئيس الجمهورية عليه. وبكده آخر ميعاد لصدور القانون هو 1 أغسطس القادم، إلا إذا الرئيس رفض القانون، ففي الحالة دي هننتظر انعقاد مجلس النواب الجديد. ولو عجبك محتوانا واستفدت منه، ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.